دوسان فلاوفيتش مش هو اللي هيبدأ ماتش اليوفنتوس قصاد اتلانتا، ومش علشان في القايمة 2 روس حربة دباحين اللي هم جوناثان ديفيد واوبندا، ورغم ان وجوده في الملعب بيفتح مساحات كتير قوي ليلدز للتألق، واللي هو يعتبر حجر الاساس خط هجوم اليوفنتوس في استراتيجية اوجر تدور، اللي ان هو هيحتاج يحتفظ بيه الماتش فيا ريال اللي اليوفنتوس هيطير يلعبه في اسبانيا، واللي هيحتاج ياخد ال3 نقط منه. وده بعد ما تعادل مع دورتموند في الاليانز ستاديوم 4-4 في ماتش اليوفنتوس اتأخر فيه في النتيجة 3 مرات. وفلاوفيتش عرف يخلص اليوفي جون واسيست في اخر 3 دقايق من الوقت بدل الضايع، ويرجع من التأخر بنتيجة 4-2، ده غير الجون اللي جاي في نص الشوط التاني. مش بس غياب فلاوفيتش من التشكيلة الأساسية هو المفاجأة الوحيدة، عشان هتلاقي اليوفنتوس هيبدأ ب3-4-2-1 المعتادة من إيجور تودور، وهيبدأ في حراسة المرمى دي جريجوريو، وقصاده ثلاثي قلب الدفاع بريمر في النص، ويمينه فريدريكو جاتي، وشماله لويت كيلي، وباك يمين خواو ماريو، واللي هيبدأ النهارده زي ماتش هيلاس فيرونا، وعلى الشمال كابال، وهيريح كالولو واندريا كامبياسو لماتش فيا ريال. وفي خط النص لوكاتيلي وكوب ماينرز، والأول مرة خفرن تورام مش هيبدأ أساسي من أول الموسم، واتنين لعيبة 10، كينان يلدس اللي واخد حرية الحركة في الملعب سواء هيفتح شمال او يلعب مهاجم تاني، وزيجروفا اللي طلعت اخبار بتقول انه اصبح مستعد انه يلعب 90 دقيقة كاملة، واللي هيبقى واخد تعليمات انه يفضل فاتح يمين تحت راس حربة وحيد جوناثان ديفيد. وممكن يشارك كونسيساو وفلاوفيتش وخفرون تورام من على الدكة دقايق قليلة في حالة التقدم في النتيجة، ولو حصل التأخر في النتيجة هتلاقيهم بيشاركوا في وقت مبكر مع اندريا كامبياس وبيير كالولو. بس يا ترى بقى هل إيجور تودور هيقدر يجمع النقط، وخصوصا ان نابولي وميلان هيقابلوا بعض في نفس الجولة اللي من الواضح انهم هيقدروا يكملوا منافسة على لقب السكوديتو السنة دي؟